بجد يا جماعة أنا تعبت وزهقت من المنظر اللي كل يوم بصحى عليه، بلاقيه مالي البلكونة. بجد الموضوع زاد عن حده قوي، وأنا بقيت خايفة ينقل لنا أمراض كتير. انتوا عارفين ضرر اللي الفئران بتعمله، وازاي بتعمل أمراض وتنقل أمراض خطيرة جدا جدا جدا. لكن أنا مش عارفة أعمل ايه الصراحة، احترت فكرت أسيب لهم البيت وأمشي وأهج منه من كتر الفئران اللي بتملى البلكونة، أو أي مكان يعني عامة، شباك من منور، عند الزرع، عند البلكونة. الصراحة الموضوع بقى متعب جدا جدا جدا. ففكرت في حل وعرفت احاربهم بيه، وبالفعل جاب نتيجة هايلة قوي. وحبيت النهاردة اشارك الفكرة بتاعتي معاكم، ومتأكدة انت كمان لو بتعاني من الفئران هتلاقي الحل ده حلو ومناسب جدا. ومش ممكن تلاقي فار واحد في بلكونتك او على شباك المنور او على اي حتة. حطي لي لايك وشجعيني، وكمان ما تنسيش تنضمي لعيلتنا. بفرح جدا لما العيلة بتكبر اكتر واكتر. تعالوا شوفوا بقى ازاي حليت مشكلتي، وازاي تخلصت من الفئران وما عدتش بشوف لها اثر هي ولا اي حاجه منها. يعني اتخلصت منها، فضلات الفئران اللي كنت بصحى الصبح الاقيها مليانه البلكونه، كل ده خلصت منه تماما تماما تماما، وبمكون واحد بس، بدون تعب ولا مجهود. سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجه انا هجيب شويه من الفلفل الاسود الحصى. ايوه، الفلفل الاسود الحصى مش المطحون. لو ما فيش حصى، مع انه متوفر يعني في اي مكان وعند العطارين، احنا كده كده بنشتريه وبعدين نطحنه. بس لو مفيش حصى خلاص هنضطر نستخدم الناعم. بس الافضل الخشن ده او الفلفل الاسود الحصى. خلاص شويه صغيرين كده، يعني ما جابوش ب3 4 جنيه، يعني قولي ب5 جنيه فلفل هيكفوا ويوفوا ويجيبوا نتيجه انت مش هتتخيليها. ده شكل الفلفل الاسود علشان الدول العربيه انا مش عارفه عندهم اسمه ايه. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا دلوقتي الفران بتجيلي من البلكونه، خلاص، وليكن الفيران بتجيلك من ناحيه باب الشقه، من ناحيه المنور، عندك شويه زرع كده بيجوا عندهم. كل اللي هتعمليه هتاخدي الفلفل الاسود الحصى ده وترشرشيه في الارض. عادي على فكرة، تاني يوم لما تكنسيه كده وتلميه في جاروف وترشرشيه مرة تانية عبال ما تنضفي البلكونة أو تكنسيها من أي تراب. أو لو عايزة تتخلصي منه كل يومين تلاتة وتحطي غيره مفيش مشكلة. عايزة أقولك الفلفل الأسود ده مفعوله سحر، واوعي تستقل بيه. بيطفش الفيران حرفيا حرفيا بجد. بيخليش ليها اي اثر، ما بتهوبش المكان اللي فيه فلفل اسود. يعني لو عندك شويه زرع كده والفيران بتتنطط عندهم، ورا اثار الزرع كده ورش من الفلفل الاسود الحصى. بيجولك من عند شباك المنور، يعني حطي على الشباك من جهة المنور كده على الحز بتاعه شوية فلفل أسمر وشوفي النتيجة. من البلكونة زيي برضه هتحطي كده شوية في الأرض كده، على جنب كده، وشوفي بنفسك وهتلاقي النتيجة واضحة وظاهرة جدا جدا جدا. وهتختفي تماما مشكلة الفران، وهتصحي مش هتلاقي فضلات ليها أبدا في الأرض. جربوا الطريقة دي، أنا متأكدة إنها هتجيب مفعول السحر معاكم. احبكم جدا، اوعوا تنسوا تشجعوني باللايك وتشيروا الفيديو على اوسع نطاق، وكمان تنضموا لينا. اكتبوا لي تحت رايكم ايه. اشوفكم على خير فيديو جديد، سلام.